الاكل بالليل ده يا جماعه مزاج ومش اي حد بيعرف وانا يعمل. لقيت عندي في التلاجة نصين فراخ، فقلت ان انا هعمل اكتر اكله لازم تتعمل بمزاج. فاول حاجه عملتها جبت حته سمنه بلدي حلوه كده وابتديت ان انا اشوح فيها الفراخ. وانا اصلا كنت بشرت شويه بصل عليهم شويه طماطم وفلفل اسود وحطيتهم كمان على الفراخ. وبعد ما خلاص النص فرخيه خدت لون حلو كده في نفس الطاسه وفي نفس البهاريز نزلت بالبطاطس. وانا هنا عايزه البطاطس تاخد تحميره بسيطه كده، وبعد ما خدت التحميره نزلت عليها بشويه بصل وكمان فلفل الوان وكل التوابل اللي هنستخدمها في الاكله دي كلها، شويه فلفل اسود وشويه ملح وكمان شويه من الكزبره. وصدقوني هي مش محتاجه اكتر من كده. المهم بعد ما كله خد تشويحه كده مع بعضه، خدت معلقه كمان من البصل والطماطم المفرومين وحطيتها ودول عليها. شويه بصل صغيرين لقيتهم عندي وشكلهم عجبني قوي فقلت مش هيضر. المهم بعد ما الدنيا دي كلها اتشوحت ابتديت ان انا احط البطاطس على الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وفي نفس الطاسه يا جماعه وفي نفس بهاريز البطاطس هعمل الصلصه. وطبعا الصلصه مش هتكلم عنها كتير لان هي تقريبا اسهل حاجه، ونفس التوابل اللي حطيناها على البطاطس هي بتاعه الطماطم. وهسيب بقى الطماطم تتسبك شويه كده حوالي 10 دقايق، وطبعا بعدها هحطها على البطاطس وكمان معاها الفراخ. وبعد ما خلاص كل حاجه بقت زي الفل هبتدي بقى ان انا اغلفها بالفويل وهدخلها الفرن نص ساعه بالفويل، وبعد كده هشيل الفويل وهخليها تكمل سوا لمده ساعه. وطبعا في اخر 10 دقايق هفتح عليها الشوايه علشان تاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. وبكده يا جماعه اكون عملت اجمد واطعم صينيه بطاطس بالفراخ اللي لما هتسيبوها شويه في الفرن ريحتها بس هتفكرنا بايام زمان وايام ما كنا صغيرين. وعايزه اقول لكم ان حرفيا الفراخ كانت دايبه، بصوا كانت بتتشال كده من على العضمايه بكل سهوله.